وإلى أخبار فريق أولمبيك خريبكا الذي أجرى تدريبه بشكل عادي استعدادا للمباراة المقبلة التي ستجمع مع فريق المغرب التطواني لحساب الجولة 27. لوسيكا مطالب بتحقيق الفوز للهروب من المنطقة المؤدية إلى القسم الوطني الثاني. كيف تمر التحضيرات؟ الجواب في هذا الروبورتاج مع عبد المجيد بالكابوس والسالمي الهواري. منذ مطلع الموسم الجاري وفريق أولمبيك خريبكا ينزلق تدريجيا نحو منحدر أسفل الترتيب للقسم الاحترافي المغربي. طاله العجز في تحقيق التألق بمجريات البطولة الوطنية إلى أن انتهى به المطاف بالمنطقة الحمراء، وأضحى مهددا بالمغادرة نحو القسم الثاني. الآن وقبل أسبوعين بالتحديد ومنذ الدورة 25 استعاد بريق الحياة وتنفس الصعداء بعدما عاد من فاس بنقطة ثمينة أمام الماز، وحقق فوزا بعقر الدار أمام شباب الريف الحسيمي لحساب الجولة 26. مدرب الفريق يوسف المريني والذي تسلم الزمام خلال المدة الأخيرة وضع يده على مكمن الداء وشرع في التشخيص لإعادة التوازن. بطبيعة الحال كنت متابع، يعني كنت أتابع البطولة كاملة، ولكن اللي ساعد كثير هو أن أنا أعرف جيدا يعني الفريق أولمبيك خريبكا. مريت مرحلة من المراحل اللي مريت في أولمبيك خريبكا، كنعرف الأجواء، كنعرف العقلية، كنعرف يعني الظروف اللي كتعيشها أولمبيك خريبكا. تراكم النتائج السلبية أثر على النفسيه ديال اللاعبين. حاولنا ما امكن باش يعني نرفعوا من المعنويات ونرجعوا الثقه للاعبين، وهذا هو اللي اشتغلنا عليه كثير. Ça se passe bien. On a un nouvel entraîneur. Les entraînements se passent bien. Le groupe est sérieux. On a un objectif, c'est le maintien, donc on est tous concentrés sur notre objectif, donc les entraînements se passent très bien. برصيد هزيل من النقاط لم يتجاوز 25 نقطة وضعته في الصف ما قبل الأخير بصبورة الترتيب. يسارع الفريق الخريبكي الخطى لتدارك الأمور وإعادة الاعتبار. تمارين مكثفة ونهج تكتيكي أكثر جدية يرسم خلال الحصص التدريبية بحثا عن السبل الكفيلة لحصد نقاط الفوز والابتعاد عن المنطقة المؤدية إلى القسم الثاني. بطبيعة الحال أي طير ولا أي إطار تيجي اللي تنعملوا على الجانب النفسي والجانب الذهني والجانب التكتيكي حتى هو، لأن بعد طريقة اللعب تبدلات كما دازت المباراة ديال المغرب الفرنسي ديال الحسيمة. أعتقد بأن الظروف إيجابية لحد الساعة. أجواء فهي جد جيدة في فريق أولمبيك خريبكا. احنا غاديين في المسار الصحيح الحمد لله. كنتمنى ان شاء الله باش نكملوا في هذه النتائج ايجابيه ان شاء الله ونخرجوا من هذه المرتبه اللي ما كيسهلهاش فريق أولمبيك خريبكا ان شاء الله. الجولة 27 ترحل بفريق أولمبيك خريبكا نحو شمال المملكة لمواجهة المغرب التطواني. مباراة تبدو صعبة للغاية أمام فريق عنيد بميدانه. مباراة صعبة لأن كنعرفوا المغرب التطواني بطل ديال جوج ديال النسخ ديال البطولة الاحترافية. كنعرفوا عنده لاعبين مجربين، ولكن كنظن بأن لا موتيفاسيون ديالنا حنا غتكون أكبر. يعني هم يعني ما بقاش عندهم الهدف ديال البطولة، ولكن هذا هو التخوف لأن الفريق ملي كتلعب معه وما عنده ما يخسر كيكون يعني صعب المنال. وضعية أولمبيك خريبكا في صبورة الترتيب حاليا تحتم تكثيف الجهود لتفادي الأخطاء. الفوز أضحى ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لحصد أكثر ما يمكن من النقاط إن أراد الحفاظ على مكانته بالدوري الاحترافي المغربي.